وذكرنا بأن خلافا وقع بين العلماء في مسألة هل تفتتح الفاتحة بالبسملة أو تقرأ مباشرة من الحمد لله رب العالمين. فكان الخلاف هذا موجودا بين الكراهة والحرمة، فعند المالكية كراهة قراءة البسملة، وعند الشافعية حرمة تركها، أي بطلان الصلاة بترك بسملة في فاتحة الكتاب. فكان الراجح عند علمائنا أن يكون الأمر بين بين، بحيث أن الإنسان يسر بالبسملة ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة جهرا في الجهرية، أما في السرية فهو يسرها ويقرأ السر معها، ففي الحالين تقرأ. لكن هذا الذي ذهب إليه العلماء هو الرأي التوفيقي، ويسميه بعضهم الرأي التلفيقي، بمعنى أنه الجمع بين الرأيين، بحيث أن الإنسان يأخذ طريقا وسطا بين هذا وذاك. وقد ذكر الشيخ أحمد الشنقيطي قوله: والأفضل بأن يبسمل المصلي بفرضه سرا بفرضه إذا يصلي، والأفضل بأن يبسمل المصلي سرا بفرضه إذا يصلي، لأنه في المذهب اشتهر وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الفرض كذا، هذا قول ابن عاشر، وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود، أي وكرهوا السجود في الثوب كذا. هذا الذي ذهب إليه، وقالوا كرهوا تعوذا والبسملة في الألفية الفقهية، كرهوا تعوذا والبسملة على خلاف ظاهر في المسألة. ففي جميع هذه الأحوال رأينا أن البسملة مكروه، لكنهم أضافوا إلى الكراهة مع البسملة، وقد وقفنا عند هذا مرة مضت، قلت إنهم أضافوا إليها التعوذ، وهو قول المصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا أيضا يلحق في الكراهة عند المالكية بالبسملة، فهو أيضا من المكروه. وهذا الذي ذهب إليه ظاهر مدونة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، التي كتبها الإمام سحنون ونقلها عن ابن القاسم عن الإمام مالك، فذكر بأن الكراهة في البسملة موجودة، ذلك لأن قول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا هذه مسألة عامة وليست مسألة خاصة، هذه مسألة في قراءة القرآن على الإطلاق، وليست مسألة خاصة بقراءة القرآن في الصلاة، إذ أن التعوذ بالقرآن متى أراد الإنسان أن يقرأ القرآن أمر بأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنتم تعلمون أن القرآن دخول في حضرة المولى، لأنه كلام الله، والاستعاذة إنما هي لجوء إلى الله تعالى من غبن يقع من الشيطان، وهذا مفهوم التعوذ: يا ربي إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يفسد علي لذة قراءتي للقرآن الكريم، أو يفسد علي لذة فهمي لمراد الله في القرآن الكريم. والشيطان كما تعلمون له سبل في الإغراء: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وهو له سلطان لأنه يرى ولا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو إذن يراوغ الإنسان. ففي الاستعاذة يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى هو الملجأ الذي يلجأ إليه، وبالتالي فأنت حينما تستعيذ به يقيم بينك وبين الشيطان ستارا، فلا يجد الشيطان سبيلا إلى أن يزيغ بصرك ولا قلبك عن ما في القرآن من روعة، وما فيه من خشوع، وما فيه من نور، وما فيه من سر. أن القرآن الكريم
أشار لنا كلام المولى، قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف يكون الأمر بالنسبة لتمثل معنى القرآن الكريم على القلب البشري؟ لا شك أن القلب البشري لو استحضر عظمة القرآن على حقيقتها وخشية الله في موقفه بين يديه وهو يقرأ القرآن لاندك قلبه وخشعت جوارحه ودمعت عينه واهتز وجدانه واندمج في قراءته فما أحس بشيء حوله. هذا الذي يجب أن يكون، وهذا هو سر الاستعاذة الموجودة. لكن الفقهاء اختلفوا في مسألة الاستعاذة، فمن قائل بأن الاستعاذة إنما تكون في غير الصلاة أخذا بالنص المأخوذ عن الفقهاء، ومنهم من يجيز الاستعاذة. والمالكية حينما قالوا كرهوا تعوذا والبسملة، حينما ذكروا ذلك ذكروها في الفريضة ولم يذكروها في النافلة. قالوا إن النافلة يفتح فيها الأمر على إطلاقه، فما يذكر أن تعوذ مكروه في النافلة، وما ذكروا أن البسملة مكروهة في النافلة. ولهذا الإمام الشنقيطي حينما قال: والأفضل بأن يبسمل المصلي سرا بفرضه لا بنافلته، قال سرا بفرضه إذا يصلي. أما في النافلة الباب مفتوح، إن استعذت بالله من الشيطان الرجيم في النافلة جاز، إن بسملت في النافلة جاز، ولا إشكالية لا عند المالكية ولا عند غيره. أما عند المالكية فإن الكراهة في الفرض لا في النفل، المسألة تؤخذ في الفريضة ولا تؤخذ في النافلة، ولهذا ذكروا ذلك. وأذكر أن الإمام ابن العربي أبو بكر رحمه الله كان أورد حديثا نقله عن الإمام أبي داود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كأنما هو يشير لنا إلى أن التعوذ كان موجودا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مالكي، الإمام أبو بكر بن العربي وقطب المالكية في الأندلس في زمانه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت 3 مرات، ثم يقول بعد ذلك: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ويسكت، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ومن همزه ونفخه ونفثه. هذا هو النص، قال: من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. هذا مروي، وكأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وما ذكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولا ذكره المالكية ولا استحبوه، لم يستحبوا أن يكون هناك، لأنه هذا أشبه ما يكون بدعاء الاستفتاح، إلا أنهم استدلوا عليه في الاستعاذة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله تعالى بحمده كما هو النص الذي ذكرناه، ثم في آخره قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وذكروا النص كما أوردناه. هذا قالوا بأن المسألة ربما تكون سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام مرة، والرواية صحيحة وروها الإمام أبو داود ونقلها الإمام ابن عربي استدلالا على الجواز. قال: إن قال أحد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه جاز، إن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسكت جاز. المسألة مفتوحة على مصراعيها ولا إشكالية فيها، لكن الظاهر أن الذي عليه المالكية إنما هو الكراهة في الفرض
وقال أحدهم: ربما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام في النفل لا في الفرض، فإن كان سمع منه في النفل فإنه يلتقي مع قول المالكية بجواز الاستعادة وغيرها، جوازها في النفل بإطلاق، وما أغلقوا الباب، لأن المسألة قد تلتقي هنا وتلتقي هنا. هناك أيضا عن سيدنا أبي سعيد الخدري نص صريح يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في الصلاة. هذا قول سيدنا أبي سعيد الخدري، هو دليل على من قال بأن الاستعاذة مستحبة في الصلاة أو جائزة في الصلاة على إطلاقها. هذا موجود. وقد احتج الإمام الألوسي رحمه الله، وهو صاحب التفسير المشهور روح المعاني، والإمام الألوسي عالم كبير من علماء الإسلام، كان احتج فيما نقله عن الإمام الرازي. نقل الإمام الألوسي عن الإمام الرازي 16 حجة كان قد أدلى بها الإمام الرازي ليدلل على أن البسملة آية من القرآن. والرازي ذكر هذا، ولهذا قال الرازي يجب الجهر بها، والألوسي نقل هذا المعنى ولكنه رد عليه ولم يسلم له بحجة، ولم يسلم له حجة. كل الحجج رد عليها، كل حجج الإمام الرازي رد عليها الإمام الألوسي، وكأنما هون من قوله هذا بأنه يجب أن تقرأ البسملة، فالظاهر أنه ميل إلى الرأي الآخر. وهذا الأمر أيضا كان ابن حمدون رحمه الله، وهو فقيه معروف، نقل عن الشيخ خليل صاحب المختصر، نقل عليه العبارة المشهورة في هذا السياق: وجازت كتعوذ وبنفل وكره بفرض. وجازت كتعوذ أي جازت البسملة، وجاز التعوذ أو جازت البسملة، ومثلها في الجواز كالتعوذ جازا معا. وجازت كتعوذ في النفل، وهذا الذي عليه المالكية، هذا الذي عليه الفتوى. قال وجازت كتعوذ في النفل وكره، ها هنا رد الضمير إليهما معا، فقال وكره أي البسملة والتعوذ، وكره بفرض، وهو ما يفتي به المفتون، لأنهما كره بفرض وجاز بنفل، هذا الذي عليه العمل. والإمام مالك رحمه الله قال: لا يتعوذ في الفريضة كما لا بسملة، لا يتعوذ في الفريضة ولا يبسمل، أي أنه لا تعوذ ولا بسملة في الفريضة. وهذا مأخوذ من ظاهر المدونة التي هي عمل أهل المدينة، يعني ما نقله صاحب المدونة إنما نقله من عمل أهل المدينة. وفي المدونة: ولا خلاف في جواز البسملة والتعوذ في الفرض في النفل، لا خلاف في جواز هذا وهذا في النفل دون الفرض. أما الذي عليه العمل فهو كراهة البسملة وكراهة التعوذ في الفريضة، وجوازهما في النافلة. هذا ما يمكن أن يكون من تعليق على الحديث